لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1365 لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بين وخزمتان ومن بس رضامندي رب العالمين وهي ودان اوي ازي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله خوشويستان هلا درجة وآتانك رب العالمين باز لقصي سيدنا موسى ذك عليه الصلاة والسلام دیارە وەکو مناسبە و ئاتەی لەگەڵ ئەوەی پێشووترک أبو حيان السعدي دەڵێ كاتك لما تقدم أمر الله تعالى لموسى عليه السلام بالتذكير بأيام الله كاتك الآت بيشوتر خواهي قول باز لو ذكرك الله تعالى فرماي بموسى عليه الصلاة والسلام روجكاني الله تعالى ببير قومك بينتوا امتثل أمر ربه موساش عليه الصلاة والسلام فرمانكي خواهي قوله فرمانكي پروردگار زيب زيدك فذكرهم بما أنعم تعالى عليهم من نجاة من آل فرعون لويا ببيريان دين توكوا يقل رجكاني خواهي قول سبحانه وتعالى كشاني أوي ببردوام لبرتساويان بي أو رجك الله تعالى نجاة يعني دا لدس فرعون تاقمكي وفي ضمنها تعداد شيء مما جرى عليهم من نقمات الله وهروها أو رجبك نقمة غضب خواهي قول بسر فرعون داباري إتر خواهي قول فرماني بيدكاك وباسبك وموساج باسدك عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه وإذ وتوذكر وتببيرد بي باسي بك كاتك وقال موسى لقوم موسى عليه الصلاة والسلام بقومك خوي بني إسرائيل دفرمي اذكروا نعمة الله عليكم وتأذكروا بقلوبكم وألسنتكم إنعام الله عليكم هم بدل هم بزمان نعمتكان خواي قول لسرخوتان بيبزان نباسبكن إذ أنجاكم من آل فرعون حين أنجاكم من فرعون وقومه كاتك وأنقوي نزاد دا لدس فرعون تاقمكيو أوانك ولقلي دابون أنقوي نزاد دا بقاعدة آل فرعون أي فرعون نفسه وأتباعه آل فرعون فرعون خدي خوي وهلوها شوين كوتواني استعمالا للمشترك في معنييه كواتا كدفرمي آل فرعون وتهم فرعون دقريته هم تاقمكي هورد معنا دقيني فإن الآل يطلق على الشخص نفسه وعلى أهل الرجل وأتباعه وأولئك كاتك كلمة آل بكاردين هم لبو الشخص كده هم لبو شوين كوتواني شيده. لا جامع الرسائل ابن تيمية حيث ذكر في الكتاب والسنة آل فلان لا قرآن ولا سنة كاتك لفظ آل بكاردين آل فلان كس كان فلان داخلا فيهم آل فلان فلانيش لقليانا كقوله تعالى إذ أنجاكم من آل فرعون فالرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه هو كواتا هروايا كواتا آل فرعون هموش وين كوتوانشي دقريتوا يسومونكم سوء العذاب أي يذيقكم آل فرعون عذابا سيئا شديدا كواتا ببير تام بكاتكوا أنقوي نزاد دلز أو آل فرعوني كوا سزایەکی گۆی دەدا سزایەکی زۆر خراپ و زۆر تند
عذابێکەوە لە بۆنگۆ ئیساءە بوو، خراپەی بابن خراپە و ناخۆشی و شدەتی تێدا بوو. ويذبحون أبناءكم أي يذبحون أبناءكم الذكور المولودين. إتر أقم لاحظة كان ليرا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون واوي عطفي اشتدا لا جيجايد كخواي سبحانه وتعالى باسي أو حقة ذكاء يكسلفا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم واتا لا جيجايد كواوي تيدانية واتا أو عذابة سبو بريتي بولا سربرين ياخذ كشتني كركان بزيشني أفرته برام كلي دفن ويذبحونه وهي عطف بكان كواتا بيت قال أوي وتعذابي خرابي ددان وهروها كركاني دا كشتن كسكانش ديشنو كواتا غيري أوش عذابي دي كشهبو ليلة والله أعلم وهي عطف بكان هنا. ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم الذكور المولودين هر من دال كذبوه لدايق دو ككربا دي كشت. ويستحيون نساءكم أي ويتركون إناثكم دون قتل كركاني عند كشت سكاني عند بزيد يشتوني عند كشتن لبرتي من أجل جعلهم خدما وأرقا تاكو أنا بمنينو لبوي ببنا خزمت كاريانو وكو كويليك لجردستي أوان بمنينو ما ورديد عليه. وأما اسم النساء فقد قيل ويستحيون نساءكم ليرد هذا فرمي أو نساء إنه ينطبق على الصغار والكبار كواتا وكل تفسير كي هاتي كوا ككردبو بمنداري ديكوش كزدبو كتكام زيدش كواتا ليرد بوني كتس ليرد فرمويتي نساء ما ورديش دلي نساء هم لبو قوران هم لبو كتكام بكاردين دري. وقيل بل ينطلق على الكبار هذا جينا والله نساء بس لبو آفرتي قوري. وإنما سمي الصغار نساء على معنى أديلوكس كاش بيقول نساء بمعنى أوي أنهن يبقين حتى يصرن نساء باعتبار ما يكون واتا نساء كان بزيد واتا من ذلك سكاني ندى كوش باعتبار أوي لو بيقول نساء تاد ابن قورة ابنه لبو خزمة كاري بكاري بينا. أبو حيان ضل المعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمة واتك سكانتان ليه دقرين بمنينو تاو قوربن لبو خزمة كاربن أو يفتشون أرحام نسائكم ويأخذ ومعنى أجده يعني وكو أبو حيان ضلت واتا الرحمي آفرتا كانتان تفتيش ذاك نمزان سيتي دا كواتا بو معناش ليش دايته. وقد قيل أن الاستحياء هنا من الحياء قلت راشة ويستحيون نساءكم استحياء لحياء هاتي ومعناه أنهم يأتون النساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحياء واتا أكسانيان بزيد يشتا وكو كاريان بيبكن كاريواشيان بيبكن كوا زيغاي شرم بو. واستحياء النساء على القول الأول ليس بعذاب كواتا استحياء النساء لو حالتي بقولي يكم بمعنى عذاب لكنه يقع العذاب بسببه كواتا عذاب نادر بلان بسبب أوي كوا أو كردوانيان بيذكن هذا أنزام داني كردوكا دبيت ما عذاب لبويان من جهة إبقائهن خدما ويكوا دمينينو ديان هشنو ويكوا خزمت كار بن بوي عزاريان بدن. وإذا قاتهن حسرة ذبح الأبناء وهلوا دمينينو لويكوا بتساي خوان ببين كوا كو من دار كان يسد برين. إن أريد بالنساء الكبار أجر ما بس ليلة النساء واتجور كامي أو ذبح الإخوة إن أريد الأطفال يأخذ أو كسانة هرك مرق جورده وديان بيني كوبا ساي خوان كوا براكانيان دكو جن إتر وتعلق العار بهن إذ يبقين نساء بلا رجال فيسرن مفترشات لأعدائهن وهروها أو زليلية كتوشيان دي كأفرت كان دهنو ببي بياو تاكل النتيجة لابو دجمنا كانيان لجردستي أوان دا همو كاريشيان لقلب كري. شنقيطي لعذب النمير دلي أما استحياء البنات كاتك وأخوي قدفني ويستحيون نساءكم فأين وجه كون هذا من سوء العذاب باشا ويستحيون نساءكم هل ضمن عذاب باسي كريه باشا ما نوي كيتس لو عذابه
دفرمي فإن وجه كون هذا من سوء العذاب مع أن بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل. إذا الظاهر أنت مشابكي إخوة قال أدي أجر هم يعني بكشتبا بكرو بكسوا أدي له يعني هذا شيء يشتي تقوله دفرمي أو هيش نوح على بعذابه ضل ولا مدى أن استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة العذاب أصلا كذا يعني هيش نوا لبو عذاب ده يعني هيش نوا لأنهم يستحيونهم ليعملوهم في الأعمال الشاقة يعني هيش نوا لو كوا كجوربون كردوي قرصيان في أنزام دن كاري قرصيان في أنزام دن وليفعلوا بهم ما لا يليق من العار والشنار وتاو كاروان قال أنزام دن كوا شايستي أوانية لو كوا توشي بعض حياتونو شرمزاريان بكن وبقاء البنت وهي عورة تحت يد عدو لا يشفق عليها يفعل بها ما لا يليق ويكلفها ما لا تطيق هذا من سوء العذاب بلا عذاب بلا شك كواتب من هشنوي آفراد لبو أوي كوا كاري قرص في أنزام بدا كاري نشياوي لقل أنزام دا بيقمان أوش لعذاب دا شك وقمان تدانيه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خوي جوز دفرمي أجر أو باباني كوا دترسين لدواء خوان كتسانك بجيب هيران لين دترسين توشي عذاب مشقة بين بعد تقوى خوابكن تاوكو خوي جوز لدواء أوان مدار كان بباريزي والعرب كانوا ربما قتلوا بناتهم شفقة وخوفا عليهم مما يلاقونه مما لا يليق بعد موت الآباء وهو كثير في شعرهم كواتا يقلى بابلين هنزتكاني عرب لجاهلية كاتك وقت خوان دكوشت دا نقول لويد السين لباشما توشي عذاب وتوشي شتين أشياء وبين لويا دا كوجن بانا منين ولا بو عذاب إتر معنوان لبو عذاب لسردستي فرعون لبو عذاب فعلا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إتر كشتني كركان وهيش نويك سكان لبو عذاب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وبراسي عذاب يقبول لدس آل فرعون كبسرتان دي لهمان كذا اختبار من الله لكم أو اختبار يقبول تاخكر نويش قرز بلسرتان بسرتان دادهات بدستي دجمنكانتان كوا ديار قدري خواهي قوربوا وفي إنجائنا لكم منهم نعمة من الله عظيمة ولدواترش كخواهي قورا فرعوني لنا وبردو بخوب دارو دستكي أوش نعمتي قوربوا لسرتان كخواهي قورا لقالي كرم كردن ابن كثير تفرمي وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك بتايبتي لنا وبردني فرعون بخوب دارو دستكي نعمتي قوربوا الله تعالى لقال تاني كرد أنتم عاجزون عن القيام بشكرها براستي هرتسند شكرانا بكناكا مقابل أو نعمة قورك لقال تاني كرد وقيل فيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء كواتا أو هاج لقدريتو أوي كوا فرعون آل فرعون بسرتان داده هنا براستي بلاء شي قوربو اختباره بلاء شي قوربو ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا والله أعلم كواتا احتماله هردوش بقريتوا وكخواي ورسوة الأعراض دفنمي وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون كواتا هم أو عذابي كوالا سدستي فرعون تاقمك بسرتان دادهات براستي بلاء مصيبتش قوربو هم لا نزاد بونتان لدست فرعون براستي أيشهر ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء شي قوري كخواي قوري لقلتاني كتاوكو شكران ذكا يانا إن زادوا تدفرمي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم واذكروا ببير تنبي ولبرتساو تنبي تأذن ربكم حين أعلمكم ربكم كاتك وبروردگارتان بيتان راجان لئن شكرتم الله على نعمه بطاعته في أمره ونهيه ليزيدنكم من النعم اگر شكرانا بجيري الله تعالى بكان لسن نعمتكاني بس شكرانا بجيري بكان بطاعت كردني خواهي قورة فرمانا كان زيب كان خوتان لقد كراو كان بباريزن ليزيدنكم من النعم عناز نعمتي زيادة بيتان دبخشي كواتا شكرانا بجيري هر وكو بدلو بزمانو بكر دوشة
بۆی کەەوە ئەو نعمەتەکە خی گەورە پێتی بەخشێ بەکاری بینەوە لە تاعاتکردنی خی گەورە ئەگەر وات کرد لە ئەزیدەن نەکەم خی گەور زیاتر پێدەبەخشی. قورتوبی دەڵێ قیل هو من قول موسى لقومه گوترایە ئەوەش هەر لە ضمنی ئامۆژگاری موسى عليه الصلاة والسلام لە بۆ قەومەکەی وقيل هو من قول الله هەندێک دەڵێن نەخێر هەر قولی الله تعالى واذكر يا محمد إذ قال ربك كذا واتە يا محمد صلى الله عليه وسلم باز بکەوە پەروەردگارت وای فەرمووە. قورتوبیش دەڵێ الآية نص في أن الشكر سبب المزيد. ڕاستی و ئاەتە نەس و بەڵگەیە لەسەرەوەی کەوە شکرانەکردن هۆکارێکە لەوەی کەوا زیاتر پێ بەخشی. لە مەدارج سالکینیش دەڵێ فالشكر معه المزيد أبدا حتى شكرانە بکەی خی گەورە بەتەکید زیاتر پێ دەبەخشی. فمتى لم تر حالك في مزيد ئەگەر دیتر لە زیادبوون دانی فاستقبل الشكر شكرانە بکە تاوەکو خی گەورە زیاتر پێ بەخشی. ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ئەگەر کوفری نعمەتی الله تعالاش بکەی شکرانە بژێری نەکەی تاعەتی لەسەر نەکەی فەرمانەکان جێبەجێ نەکەی لە مقابل ئەو نعمەتان کە خی گەورە لەگەڵی کردی خۆت لە قەدەغکراوەکان نەپارێزی فإن عقابه لمن كفر به شديد لە مقابلدا عقاب سزای خی گەورە لەسەر کوفرانەکردن لەسەر ئەوەی کەوا ناز و نعمەتەکان شکران نەکەی کوفری پێ دەکەی عەزابەکەی توندە. ئیتر خی گەورە شتێک واتان بەسەردادەینی کەوا نعمەتەکانتان لێ وەرگریتەوە نقمەت و عەزاب بێتە سەرتان. فعاربی دەڵێ کوفرەکە لێرە بە مانای کوفری نعمەت دێ شکری نعمەت مانای کوفری نعمەت شکری نعمەت ئەوەیە لە تاعەت سەرف بکەی کوفری نعمەت ئەوەیەکەوە ئەو نعمەتە لە معسیەت سەرف بکەی. ابن عثەیمین دەڵێ بين الله عز وجل أنه بالشكر يزيد النعم. الله تعالى بيان دكا بشكرانة بجيري نعمة زياد دكا. أما إذا قوبلت بالكفر اللهم أقر نعمة كان خواهي يقول لا مقابل كفر برامبر بكي فإن الله تعالى سيعذب هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. إذا خواهي يقول عذابي أو كسان دكا ونعمة لقل كردن أوان فبدلوا نعمة الله كفرا لبرامبر نعمة كان خواهي يقول كفرانا ينكر خابنا أمام دا إتر وقاعديك برامبر بە نعمەتەکە شکرانە بکە تاوەکو زیاتر پێ ببەخشی ئەگەرنا ئەوە خی گەورە لێت وەردەگریتەوە لە مقابلدا نقمەت و بەڵا و موسیبەت بەسەردادێ خوا پەناماندا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.